المنتخبات العربية، هل هو مقنع أم غير مقنع؟ نبدأ بأبو تريكة. السؤال المهم، لماذا هذا الأداء، هقول بصراحة الأداء الباهت للمنتخبات العربية في الجولتين الأولى والثانية باستثناء فقط المنتخب المغربي؟ وعاوز استثني موريتانيا، لأن موريتانيا مش مطالبة بحاجة. نيجي بقى على تونس، نيجي على الجزائر، نيجي على مصر. دول يعتبر 3 منتخبات تاريخ امل كبير. تحس ان هم بيلعبوا اول مره في البطوله. ايه فين الخبرات؟ فين الاستعداد؟ فين الجاهزيه؟ فين الشخصيه؟ احنا عاوزين منكم الماتشات الجايه تبقى افضل. طب هو تقصير من اللاعبين ام في اسباب اخرى؟ بص، هي الاجواء طبعا، انا 100 مره هقولها. الاجواء صعبه، الرطوبه عاليه، درجه الحراره عاليه، الظروف صعبه. الخبرات فين؟ الشخصيه فين؟ هل من المعقول ان احنا نوصل ان دلوقتي يبقى متصدر لمجموعتنا مجموعه مصر الراس الاخضر؟ ايه ده؟ ناميبيا تكسب تونس؟ ايه ده؟ الجزائر تتعادل مع انجولا وتتعادل مع بوركينا وتستنى المباراه الثالثه؟ ليه؟ فين شخصياتكم؟ فين الخبرات الموجوده؟ فين تراكم الخبرات؟ فنتمنى البدايه دي تتحول، ويبقى في تحسن، وتستخدموا مهاراتكم وتبقى في شخصيه موجوده، والادوار الجايه ان شاء الله نشوف شخصيه ثانيه مختلفه عن الامور اللي احنا شفناها. عيب قوي، عيب قوي ان المنتخبات العربيه بألقابها الكبيره وبخبراتها توصل للمباراه الاخيره وتعمل حسابات. هنجيب ايه؟ هنجيب آلة حاسبة عشان نحسب بعد ما نوصل للمباراه الثالثه. نقول هنلاعب مين؟ هنا ابدا بتونس. تونس بقى انا كنت عليها امال قبل البطوله. تونس في كاس العالم كسبت فرنسا، كسب بطل كاس العالم. هل من المعقول اول مباراه يخسر من ناميبيا؟ هل من المعقول مع جنوب افريقيا؟ هتقول لي جنوب افريقيا ده صن داونز. هل منتخب تونس يخسر من صن داونز؟ هل منتخب تونس يخسر من ناميبيا اول مباراه؟ مباراه مالي هي المباراه اللي كانت على الورق اصعب مباراه. فعاوزين وجه مختلف للمنتخب التونسي. اللي انا اعرفه على المنتخب التونسي، اللي الناس بتخاف منه، اللي الناس ما بتحبش تلعبه. فين الرذاله اللي موجوده؟ فين الخبث الموجود؟ فين الشراسه الموجود؟ فين الروح الموجود؟ عاوزين الكلام ده يبقى موجود. زي ماتش نيجيريا البطوله اللي فاتت، هل كل ما انتوا تتحطوا تحت الضغوط ويبقى المنافس قوي توصلوا لدرجه القوه المناسبه ليه؟ ولما كان المنافس سهل تستسهلوا، صعبتوا عليكم المأموريه. ورونا بقى. طيب حاتم، رايك في هذا الكلام او الاداء الباهت لبعض المنتخبات؟ هو قبل ما عقب كلام محمد اللي في وجهه اكيد كلام واقعي واستاذ سليم، يعني نتكلم على تاريخ المنتخبات، تاريخ باختلاف كل منتخب وما قدمه على حسب تاريخه وامكانياته. لكن انا عندي رساله تقتل الجمهور الرياضي والجماهير التونسيه بصفه خاصه، يعني شاهدت تجاوزات كثيره في هذه الايام القليله الماضيه، بمعنى انه تجاوز حد النقد. المنتخب هو ملك كل التونسيين وملك كل محبين المنتخبات باختلاف مصر 120 واكثر، وكل كل محبين المنتخب. لكن في فوارق ما بين الانتقاد اللي هو من حق كل انسان، بمعنى المحلل والانسان البسيط والجمهور الرياضي، لانه يحب ويغير عن منتخب تونس ويريد ان يراه في مستوى عالي، وفي فرق ما بين التجاوز وقله الادب. فانا حسب ما شاهدت بعض الاحيان في بعض ردود الافعال في قله ادب وتجاوز في حق المدرب، في حق الاطار الفني، وفي حق بعض اللاعبين، وهذا ليس من حق اي احد، فقط الانتقاد ولديه الحق ان ينتقد مستوى عام حتى اذا طالب بتغيير المدرب او بتغيير اللاعبين، هذا من حق اي انسان. وصلت الرسالة حاتم. إذا كانت هذه مقدمة مشاهدينا عن ما شاهدناه حتى الآن للمنتخبات العربية في بطولة الأمم الأفريقية. نتمنى أن يكون الأيام القادمة ومن بداية هذه الليلة يتغير الوجه تماما للكرة العربية في أفريقيا. البداية غير موفقة تماما باستثناء فقط المنتخب المغربي، فنتمنى أن تكون البداية من هنا من منتخب تونس في هذه المباراة أمام ميرات اللي عملها جلال القدير في مباراة اليوم. من ناحيه الظهير الايسر عدم وجود علي معلول صاحب الخبرات الكبيره، الناحيه الاخرى عدم اللعب بسترايكر صريح. اولا نبدا بعلي معلول. انتوا عندكم كنز يا كابتن حاتم ما بتستغلوش. صحيح. احنا بنعرف نستغل. صحيح. احنا بانيين الشكل الهجومي بتاعنا في النادي الاهلي عند علي معلول. صحيح. فعلي حاسس باهميته، حاسس بمكانته. هنا لا، انتوا عاملين سد خانه. لا، احنا عندنا هو نجم. انت بتشتغل كل الناحيه الشمال دي، بتشغل الفرقه، بتبني الفرقه ناحيته. صحيح. وبعدين علي عندنا ما بيشتغلش باك، هو كجناح. صحيح. ما بيدافعش كتير. وبعدين في التلت الهجومي لازم حد يقرب له عشان يلعب معاه ال1-2. انتوا بتسيبوه في جزيره لوحده ناحيه الشمال.
وبتعيبوا عليه ان هو ما بيدافعش كويس. انت لازم ممكن في النادي زي ما قلت لك احنا مش شغالينه كويس قوي ومدينه اهميته وبنلاعبه